السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى احوالكم تكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا ديال اليوم غتكون فقاص رائع كيجي ناجح وغزال، مذاق مميز. فقاص بريستيج او فقاص ملكي، كل واحد كيف كيسميه. المهم فقاص كيجي غزال رائع. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاج 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ. غنحتاج ايضا واحد نصف ملعقه ديال الملح، عندي نصف ملعقه ديال القرفه، ونصف ملعقه ديال السكينجبير او الزنجبيل. غير ضيفوا هذاك السكينجبير راه كيجي رائع، المذاق ديالو غزال. هنا ضفت واحد الكاس ديال السكر حبيبات، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كنحسو هكا بديك السنيده تجانسات ودابت لينا مزيان مع باقي المكونات. غنحتاج ايضا كاس ديال ما بين الزيت والزبده اللي ذوبتها، تقريبا نصف الكميه ديال الزبده ونصف الكميه ديال الزيت، ما يعادل الكاس. بالنسبه للزبده غندوبها وغنخليها هكا حتى نحصلوا على الزبده نوازيط، عاد غنخلطوها مع الزيت. بالنسبه للكاس انا باش كنعبر كما كتلاحظوا راه كبير شويه على الحجم ديال كاس العنبه، المهم نتوما عبروا بكاس عنبه. غنضيف ساشي ديال الفانيلا ونصف كاس ديال الحليب. عندي ايضا واحد الملعقه كبيره ونصف ديال الماء، وغنخلط هاد المكونات مزيان كامله. صدقوني هاد المنسمات كاع اللي ضفنا ديال مزهر والقرفه سكينجبير والفاني كيعطيو مذاق غزال في هاد الفقاص. كيجينا هكا مذاق مميز وكيجي رائع. غندوز دابا باش غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق تقريبا كفاتني واحد 600 غرام، ما كاملاش يعني ما كملتش 600 غرام. المهم نتوما الاهم حاجه تبقى تضيفوا شويه بشويه وانتوما كتخلطوا حتى غتحصلوا على العجينه اللي غتشاهدوها دابا في الفيديو كيف خاصها تكون. بالنسبه للدقيق ضروري كنغربلوه. عندي ايضا واحد المعلقه صغيره ونصف ديال خميره الحلوى، ما يعادل 12 غرام. ما يعادل ايضا ساشي ونصف ديال خميره الحلوى اللي غادي نغربلهم هكا مزيان مع الدقيق. وغادي نجمع هذا الخليط ديالي مزيان ديال الفقاص. المهم ضروري العجينه ديال الفقاص ما تجيناش هكا قاصحه بزاف، وتجي هكا خفيفه ما كتلصقش في اليدين. المهم راه باينه في الفيديو القوام ديالها كيف خاصو يكون. ودابا من بعد ما جمعت العجينه غادي نحاول هكا ندلكها شويه باش هكا كندخل فيها هكا داك الدقيق مزيان. المهم غير شويه ما تدلكوهاش بزاف. كما كتلاحظوا العجينه ما كتلصقش هكا في اليدين، وفي نفس الوقت يعني هكا مرخوفه رطيطبه وما قاصحاش. ضروري هذه هي العجينه ديال الفقاص باش كيجيكم هكا الفقاص ناجح. غنحاول هكا نقسم العجينه ديالي لكويرات يعني هكا على جوج، وغنغطيهم هكا بلاستيكه وغنخليها تقريبا واحد 5 دقائق. عاد غادي ندوز باش غندلكها. بالنسبه للدليك ضروري استعنوا هكا بورق الطبخ، لانه غيعاونكم من بعد فاش تبغوا تشكلوا الفقاص. غادي نحاول هكا ندلك العجينه ديالي مزيان على شكل مستطيل كما كتشوفوا في الفيديو. تقريبا 20 يعني العبار تقريبا عطاتني شي 20 سنتيم على كدا و30 هكا. المهم بحال هكا باش كيجيكم الفقاص ديالكم الشكل ديالو في الاخر كيجي هو هذاك في الحجم. كما كتلاحظوا العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. غندوز دابا غادي نخلط واحد البيضه مع قهوه سريعه الذوبان.
غادي نخلطهم هكا مزيان، وغادي ندهن السطح ديال العجينه ديالي مزيان. دابا غادي ندوز باش غادي نحط داك المكسرات، يعني الكركاع اللي غادي نستعمل هكا في الفقاص. غادي نحاول هكا نستفو مزيان، بغيتو تستفو بغيتو تحطو هكا بشكل عشوائي، يعني لكم الاختيار. بالنسبه للمكسرات يعني هكا كديروا الكركاع، كتضيفوا اي مكسرات عندكم، اي حاجه متوفره، اللوز بيستاج، يعني اي حاجه عندكم غادي تضيفوها. انا هنا زدت اللوز صافي. بالنسبه للكميه اختياريه نتوما واشنو متوفر عندكم واشنو كتفضلوا. وغادي نعاود ندهن هكا بداك الخليط ديال البيض والقهوه. صافي باش داك اللوز والكركاع كيتثبت لينا هكا، يعني ما كيتحيدش. غادي ندوز هكا باش نرولي الفقاص ديالي. كما كتشوفوا داك سميتو ورق الطبخ غادي يعاونكم على باش انكم تلويوها بسهوله كما كتشاهدوا في الفيديو. وصافي كنحاول هكا نثبت هذوك الجوانب مزيان باش كيلصقوا. دوك الجوانب ايضا كنسدهم مزيان. صافي كنحاول هكا نشد على العجينه باش كذوك المكسرات كاملين كيلصقوا ليا في العجينه، وغنحاول هكا نروليها مزيان. غنحط هكا الفقاص ديالي في واحد في الطاوه ديال الفران اللي فرشتها هكا بورق الزبده. غادي ندهن داك الخليط اللي شاط ليا ديال البيض والقهوه. غادي ندهن هكا مزيان داك الفقاص. بالنسبه للتزيين اختياري، انا زينت عاوتاني هنا هكا بخطوط. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوا برقائق اللوز، او لا الزنجلان او لا اي حاجه كتفضلوها. وغادي ندخلو الفران اللي تكون العافيه ناقصه مهيله بزاف هكا شميعه، تقريبا 150 درجه. غادي نشعل عليه هكا من التحت ونخليه يطيب على خاطرو باش هكا ما كيتشققش لينا. الا كان عندكم الفران هكا سخون يعني كيسخن بزاف، خطره خطره هكا بقى تحلوا عليه هكا الباب ديال الفران. صافي. يعني ضروري تكون العافيه مهيله كيطيب على خاطرو، كيدي تقريبا نص ساعه الفوق، نص ساعه 45 دقيقه، حتى كتحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الفيديو. كنغطيه بلاستيك غذائي، وغنغطيه ايضا بواحد المنديل ونخليه حتى الغد ليه يعني بات، حتى الغد ليه عاد غادي ندوز نقطعو. وهذا هو الفقاص ديالي كما كتلاحظوا. كيتقطع هكا بسهوله. اهم حاجه الموس يكون جديد، يعني انا هنا راه اول مره غنستعمله، ضروري هكا يكون شي موس جديد باش ما كيتهرسش معكم الفقاص. غندوز هكا نقطعو بشويه بشويه، وراه كاع ما كيتهرس معكم، يعني الفقاص كيتقطع هكا بسهوله. غير حاولوا هكا تتبعوا الوصفه كيف ما هي، واهم حاجه هو الفران يعني كيف غطيبوه غادي يجيكم ناجح. هنا من بعد ما كملت غندخل الفقاص ديالي الفران. النار اللي تكون هكا متوسطه، تكون ناقصه شويه. المهم غادي نشعل عليه هكا من التحت في الاول، عاد غنشعل عليه من الفوق صافي، وغنحضي هكا الفقاص ديالي حتى يطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاص. كيجي زوين الصراحه شكلا ومذاقا. كيجي فيه هكا واحد المذاق غزال بدوك المنسمات اللي ضفنا فيه. كيجي رائع صراحه، نتمنى تجربوه غادي يعجبكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه.
الا كنتوا جداد مرحبا بكم، ما تنسوش تضغطوا على اللايك، خليوا لي هكا واحد التعليق زوين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.